اكبر عملية نصب حصلت في التاريخ الحديث. هحكي لك القصة وانت قول لي رأيك ايه. يوم 5/4 اللي فات ترامب طلع فرض ضرائب وجمارك على الصين وصلت ل 125% ودول تانية كتير. طبعا اللي حصل ان السوق انهار والاسهم نزلت بشكل مرعب ما حصلتش من 2008. كل الناس خافت وباعت، بس كان في فئة من الاغنياء ما حدش فيهم باع حاجة. يطلع ترامب علينا يوم 8 على المنصة بتاعته ويقول دي فرصة مش هتتكرر، ويطلع يوم 9 يكتب تويته الساعة 9 الصبح بتوقيت أمريكا على إكس يقول دي فرصة عظيمة تشتري أسهم دي جي تي. للناس اللي ما تعرفش دي شركة ترامب. إيه اللي يحصل؟ بعدها ب4 ساعات ترامب يطلع قرار يوقف فيه الضرايب على 90 دولة لمدة 90 يوم. السوق يرجع يضرب في السماء واسهم دي جي تي تطلع 22%. ترامب يعمل ارباح 412 مليون دولار في اقل من ساعه. وطبعا في ناس اشترت قبل القرار دوت. ده اسمه في السوق دامب اند بامب. نزل السوق واشتري وهو في القاع وارجع بتصريح او بقرار ارفعه والناس كلها تبيع في وقت ما ارتفع. طبعا لو التحقيقات اكدت الكلام ده دي هتبقى فضيحه كبيره وهتبقى اكبر عمليه احتيال. طب لو اشاعه، درس لازم نتعلمه ان انت ما ترهنش كل الفلوس اللي معاك على شاشة بتصريح تطلع وبقرار تنزل. علشان كده بنقول استثمر في العقارات لانها اصل بينمو مع المستقبل، وحط فلوسك في شيء على الارض احسن ما تحطه على الشاشة ممكن تتبخر في لحظة.